رامي دق الباب وصرح اللات شافتو، سلمت عليه وسكتات شوية. سارة بصوت هادئ ولكن بارد قالت ليه دخل، ليلى راه في الكوزينة. رامي دخل بخطوات ثقيلة، شاف ليلى كتوجد الفطور، آدم حداها. ليلى ما دارتش لعندو، بقات مخبعة دموعها. قالها رامي صباح الخير، قالتلو ليلى بلا ما تشوف فيه صباح النور، والسكات كان أثقل من الكلام. آدم حس بالتوتر وقال بابا علاش ما بقيتيش في الدار؟ رامي حس بقلبو كيتقطع ولكن ما تجاوبوش. عرف ان الوقت دابا ماشي الوقت ديال التبرير، وانما الوقت ديال الصدق. جلس رامي هو وليلى في الصالون. رامي بصوت مهزوز قالها ليلى ما جيتش نبرر، جيت نعترف. ليلى شافت فيه وعينيها حمرين وهي تقول ليه باش جيتي تعترف، بالشك ولا بالإهانة؟ رامي حنا راسو قال بجوج، انا ظلمتك جرحتك ما عطيتك حتى فرصة. قالها رامي على المكالمة مع الطبيب، على اللحظة اللي فهم فيها الحقيقة وكيفاش حس براسو صغير وخاطئ. ليلى دمعة طاحت من عينيها ولكن صوتها بقى ثابت وقالت رامي ماشي غير الشك، ولكن بالطريقة القاصحة ديالك ما خليتيش ليا حتى كرامتي. قالت ليه ليلى خليني نهضر دابا، انا ما عمرني خبات عليك شي حاجة، ولكن كنت كنخاف نزيد عليك الهم، حيت كنت كنشوف كيفاش كتجي عيان من خدمتك. هادشي اللي كاين وصافي. ادم شاف كل شي، شاف باباه كيتشك في ماماه، ورامي حبس دموعه بصعوبة. رامي قال ليلى سمحي لي بزاف، انا مستعد ندير اي حاجة. ليلى هزات راسها وقالت له اي حاجة، حتى تصبر، حتى تخلي ليا الوقت فين ندافع على راسي. سارة جات للصالون، حسات بالجو ماشي هو هداك، وقالت لرامي الندم خطوة، ولكن تغيير مسار طويل. رامي شاف آدم قرب ليه، ركع حداه وقال له اسمح لي يا ولدي، باباك غلط. رامي عنقه ولكن قال براءة ما تبقاش تغوت على ماما. الكلمة ضربات في رامي أكثر من أي عتاب. رامي وقف وشاف ليلى وقال غادي نمشي دابا، ما غاديش نضغط عليك كتر، ولكن غادي نثبت ليك بالافعال ماشي بالكلام. دازت الايام، رامي كيعيط غير باش يسول على ادم، كيبعت ميساجات محترمة وبلا ضغط. ليلى كتراقب من بعيد، كتشوف التغيير ولكن الخوف باقي. سارة قالت ليلى واش حاسة بشي فرق؟ ليلى جاوبتها حاسة، ولكن قلبي مازال مجروح. في واحد الليلة ليلى لقات رسالة صوتية من رامي، قالها فيها ما محتاجكش ترجعي دابا، ولكن غير بغيتك تكوني مطمئنة أنني فهمت الدرس مزيان. ليلى جلسات حدا آدم وهو ناعس وشافت الخاتم ديال الزواج. قالت في سرها الحب ما كيموتش بسهولة، ولكن خاصو يتعالج. الفيديو كيسالي بصورة ليلى واقفة قدام الشرجم والباب موراها نصف محلول،
والسؤال كيبقى مفتوح، واش غادي تعطي فرصة جديدة لرامي ولا الجرح كان أعمق من السماح؟ هنا كتسالي أحداث الجزء الثالث من القصة. تسناونا في الجزء الرابع نهار الحد مع 9 ديال الليل إن شاء الله. وهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الجزء الثالث من القصة. قولوا لي في التعليقات كيف جاكم، لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش ان هدفنا نوصلوا ل100K، ودعمكم هو اللي غادي يوصلنا. يلا بسلام عليكم وفي رعاية الله وحفظه.